وتكلمت على وجود المحللين المصريين في قناة الحظيرة وانتقدت هذا الأمر، وآخرهم كان الجون إيادة اللي قاعد بقى هناك، يعني طلع أهلي وبعدين أو طلع زمالك وبعدين أخدوه على الأهلي وبعدين أخدوه على شيلي، قاعد الراجل بتاع الميدان، بتاع ميدان التحرير الوطني الكبير جدا ده. أحد المذيعين اللي هو مفترض إن هو قال إنه هيروح يحلل في كأس العالم، طلع على أحد المواقع بيهاجمني وبيقول إن أنا مانيش فاهم، لأن في فرق كبير جدا بين السياسة والرياضة، وإن المواثيق الدولية وكذا 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 وكذا. أنا بس حابب أقول له إنه عشان ربما الثقافة ما تكونش كاملة عنده، بيير دو كوبرتان ده باعث الحركة الأولمبية الدولية، هو طبعا يمكن لما يسمع بيير كوبرتان ده يفتكر إن ده أنتيبيوتيك، يعني لا، هذا الرجل هو باعث الحركة الأولمبية الدولية. قال نتنافس، نتنافس بشرف من أجل الوصول إلى الأعلى والأقوى والأسرع. قال نتنافس، يعني إيه نتنافس؟ يعني هنلعب مع بعض. هنا بنتكلم على إن الرياضة بعيد عن السياسة. ليه؟ وأنا كان ده من مبدأي وطول عمري بقوله. ولما كان بيجي مثلا ماتش ما بين لاعب مصري ولاعب إسرائيلي في إيفنت دولي، ويجي يقولوا هنا لا إحنا ما نلعبش قدام إسرائيل، يقول لهم إيه البلاهة دي؟ يعني هو يكسب الماتش ويعدي للدور اللي بعده بانسحابي أنا، وأنا أقول له النبي أنا مش لاعبه، وهو علمه يترفع في الإيفنت وأنا علمي ما يترفعش، دي بلاها. قلت لو اقتضى الامر واحنا في الرياضه نلاعب بعض، وكنت في لبنان بذيع كاس العالم 98 وايران لعبت قدام امريكا، بس الاخ المذيع ده ما يعرفش ان في نفس اليوم القنصليه الامريكيه من جانب بعض المتشددين اتضربت بار بي جي من ايرانيين في بيروت. الرياضه الرياضه هنا بيقصد بها الممارسه. انا بلعب ايفنت ما ليش دعوه بالسياسه خالص، وانا بلعب ايفنت كوره، بلعب ايفنت سله، بلعب ايفنت مصارعه، بلعب ملاكمه، انا ما اديش فرصه للخصم بتاعي ان هو يعدي على كتافي اسرائيل هيلاعبني مش عارف ايه، لا، العبه واكسبه واعدي للدور اللي بعده على حسابه. لكن انت يا حبيبي مش راح تتنافس، انت راح تقبض، انت راح تكيش، وعلى كل روح كيش، بس مش من دي. لا تبقى ذليل لهذه المحطه اللي كل يوم حاطه علينا اخبار مكذوبه وبتحاول كل يوم تهدم في هذا الوطن. عار عليك ان انت تروح تقبض من نفس الاداره على فكره اللي بتقبض المصريين اللي هناك اذا كانوا مصريين اللي عايزين يكسروا الوطن، هي نفس الاداره اللي هتقبضك اذا رحت. الحقيقه مجموعه كبيره انا عرفت ان هي قررت عدم التعامل مع هذه القناه على الاطلاق. يبقى الشراذم اذا ارادوا وما حرين، ولكن هم بالنسبه لنا في كتيبه العار هنتكلم عنهم كل يوم، واعتقد ان اصدقائهم هيبصوا لهم بصه مختلفه.